السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم زكريا. وصفتنا لنهار اليوم هي كوكا بالعجينة المورقة الجاهزة اللي نشريوها من برا. وصفة سهلة سريعة وتقدر أي مبتدئة تخدمها، كاين بزاف مبتدئات ما يعرفوش يخدموا العجينة المورقة. جبت لكم فقط بربع صدر دجاج والحشو تاعها يجي بزاف بنين. نروح نشوفوا المقادير مع طريقة التحضير. هنا نحتاج ربع صدر دجاج اللي كنت رحيته في الاشواق، عندي ملعقة صغيرة تاع الهريسة، عندي ملعقة صغيرة تاع الموطاد، عندي صلصة البيتزا او صلصة الطماطم، عندي حبات من الزيتون الاسود، عندي هنا زيتون اخضر، عندي قليل من المعدنوس، ايضا عندي الملح، عندي قليل من الجامبو، فلفل اسود، زنجبيل وكركم، ايضا عندي حبة بيض باه ندهن بها العجينة، وعندي قليل من الجبن الطري. وصفة سهلة سريعة، ايضا الحشو تاعها بزاف اقتصادي وتجي بزاف بنينه. هنايا في المقلاة راح ندير قليل من الزيت، ايضا قليل من الزبده، ونروح نحط هذاك السكالوب تاعي يتقلى على درجه حراره منخفضه، ونبقى نقلي فيه ونضيف له التوابل. شوفوا البنات التوابل هاني كنت ذكرتهم لكم، وتقدروا تزيدوا واش تحبوا يعني، ولا تقدروا ديروا الحشو اللي حبيتو، تقدروا حتى ديروا اللحم المفروم كما تقدروا ديروا دانت اشي كيما حبيتو، كل واحد واش يحب يدير. دائما الحشو يبقى لكم اختياري، انا فقط عطيتكم الفكره وانتم تقدروا تغيروا كيما حبيتو. هنايا البنات بربي ان شاء الله اذا قدرني ربي راح نحاول ندير معاكم العجينه المورقه صنع منزلي باه اي وحده فيكم تقدر ديرها. هي عجينه مورقه ماهيش سهله، لازم تحليها مليح باه يجيك فيها هذاك الفيتاج. يسمى يا البنات انا اليوم درتها لكم بالعجينه المورقه الجاهزه، بربي ان شاء الله نحاول اني ندير معاكم العجينه باذن الرحمن. هنايا البنات هنا راح نضيف الزيتون، راح نضيف المعدنوس، الدجاج تاعي عفوا ضفت له قليل من الماء باه يطيب وهذوك التوابل، ونبقى نخلط فيهم حتى يتقلى ويشرب هذيك كميه الماء. هنايا البنات نروحوا نشوفوا كيفاه نديروا العجينه المورقه. شوفوا البنات العجينه المورقه كي تعودي حد تخدمي بها بيان سور كي تشريها راكي تشريها كونجلي يعني في المجمد، تجبدي فقط الكميه اللي رايحه تخدمي فيها. كيما هنا انا المربع تاع العجينه المورقه قسمته على 2، نصف درته من الفوق ونصف درته من التحت. على طاولة العمل هنا واش ندير، نروح ندير شويه تاع الفرينه ونبدا نحلل العجينه تاعي. شوفوا البنات انا هنايا العجينه تاعي راني ما درتلهاش لي شيت، ما نحيتش كامل لي شيت كيما راكم تشوفوا، حللتها مربعه وحطيتها مباشره في البلاطو. حاولوا انكم ما ديروش لي شيت لانه لي شيت مادا رايحين يعاودوا يتكرفسوا، ولا عاودوا لازم تعاودي تدخليهم المجمد يحكموا رواحهم ويعاودوا ينطلقوا باش تعاودي تقدري تخدمي بهم. حاولوا انكم ما ديروش كامل لي شيت في العجينه المورقه تاعكم. هنايا حللتها قلت البلاطو تاعي. بالنسبه للبلاطو تاعي كنت حطيت عليه ورق الطهي، بالنسبه اللي ما عندهاش ورق الطهي تدهن البلاطو تاعها بالزيت او بالزبده وترشو بالفرينه، هذا الشيء يبقى اختياري. هنا حطيت الطبقه الاولى من عجينه المورقه. شوفوا خليوها شوي خشيله باه بعد كي طيب هذاك الفويتاج يجي كامل يبان. هنايا راح نبدا ندير لها الصلصه ونبدا نديرها كامل الحوايج اللي حنديرهم من الفوق. اول حاجه عندي كميه من الجبن الطري، راح ندهن كامل هذيك البلاصه وبالجبن الطري. شوفوا البنات اللي عندها جبن مبشور، جبن شيدار، جبن الجوده دير، راح تعطيك ذوق بزاف بنين. انا فقط اكتفيت واش عندي في المنزل. دائما نقول لكم حاولوا ديروا بالحوايج اللي عندكم في البيت، كيما نقولوا الجود من الموجود. تقدري حتى ديري تشكشوكه تاع بصله وطماطم وديري الطون، كيما تقدري ديري قلت لكم كامل اللحوم اللي حبيتو. شوفوا بزاف بزاف تجي الوصفه هذه بنينه صدقوني، على بالي راح تعجبكم، بنه عظيمه وايضا ما تجيش تحرق في القلب وما تجيش تقهم. هنايا بعد ما تكمل درت هذاك الجبن كامل راح نبدا ندير عليه صلصه الطماطم. بالنسبه لصلصه الطماطم كنت درت شويه زيت، قليت شويه تاع طماطم المصبره، ضفت لها فص تاع ثوم، خليتهم تقليو مليح، ومن بعد ضفت لهم 2 حبات طماطم، ضفت لهم ايضا الملح والفلفل الاسود وورقه تاع الرند، وايضا ضفت لها شويه معدنوس وخليتها طيب. بعد ما طابت ميكسيتها وضفت لها الفلفل الاحمر، يعني سهله سريعه وتجي بزاف بنينه. هنايا حطيت كميه من طماطم صلصه الطماطم، شوفوا تجي بزاف بنينه. وهنايا الصلصه راهي انا خليتها شويه جاريه باه بعد كي طيب الداخل راح تنشف وتجي قد. حاولوا انكم ديروا كميه مليحه تاع طماطم، انا نحب الطماطم بزاف في الكوكا. وهنا نروح نضيف هذاك الدجاج بعد ما خليته برد. دائما الحشو تاعكم ديروه هو بارد باه ما يقطع لكمش العجينه. هنايا حطيت كامل هذاك الحشو وراح نضيف عليها ايضا جبن المبشور. شوفوا البنات العجينه المورقه تحب انها تخدم مباشرة، الطيب مباشرة، ولازم الطيب على درجة حرارة 170 درجة، تخليوها طيب. اللي عندها الفرن تاعها يشعل من تحت
طيبها من تحتها ومن بعدها تحمرها من الفوق. بالنسبة لي شعل من الفوق ومن تحت نفس الشيء، وخليوها تطيب من الفوق ومن تحت وخليوها تاخذ هذاك اللون الأحمر وتطيب لكم الداخل باه تبقى لكم شنية وتجيكم بنينة. أيضا راح ندير معاكم وصفات بزاف بالعجينة المورقة الحلوة والمالحة باه تعجبكم، وأي وحدة عندكم في الدار عندها العجينة المورقة راح دير هذو الوصفات اللي يجيو بنان. هنايا بعد ما درت، هنا بعد ما حشيت كامل الوصفة تاعي كيما راكم تلاحظوا، هنا راح نبدا نحلل هذيك العجينه ونزيد نديرها من الفوق. شوفوا حاولوا العجينه تاعكم تحلوها شوي خشينه باه كي طيب يبانوا هذوك الفيتاج. ثاني حبيت نقول لكم ما تقطعوهاش وهي سخونه، كي تقطعوها وهي سخونه راح تتفتت لكم كامل، وهذاك القشره ولا القرمشه هذيك كامل راح تروح لكم وراح تفزد. يعني نعطيكم كامل نصائح اللي يخليو العجينه تاعكم تعني تخرج مليحه. هنا بنات نقول لكم ديروا لي جيم وابوني اللي ماهيش مابونيه، واللي راهي مابونيه نقول لك ديري لي جيم لا فيديو باه يطلعوا يشوفوا اكبر عدد من الاخوات. ايضا حبيت نقول لكم ما تنساوش ترحموا على خالي، ربي يرحمه ويوسع عليه، توفاته المانيه، انا لله وانا اليه راجعون. ربي يغفر لنا ويغفر امواتنا اجمعين يا رب العالمين، وربي يرحم امواتنا وامواتكم يا رب العالمين واموات المسلمين اجمعين. هنايا البنات طراسيت فقط كما راكم تلاحظوا، طراسيت العجينه تاعي فقط، ومن بعد كي طيب وتخلص رايحه نعاود نقطعها يعني باه قلت لكم باه الفويتاج تاعكم يجي مورق ويجي مليح. هنايا بعد ما قطعتها وطراسيتها رايحه نجيب حبه بيض، درت لها القهوه الطيبه في الدار، انا نحب ندير لها القهوه الطيبه في الدار وقليل من الملح. شوفوا البنات كي ديروا لها قهوه طيبه راح تعطيكم هذيك اللون الذهبي وما ريحه البيض تنحى. كي تعودوا تاكلوا في الكوكا ما راكمش راح تشموا ريحه البيض. انا من الناس اللي منحبش ريحه البيض مطلقا في المملحات ولا في السكريات، منحبش الحاجه اللي فيها ريحه البيض صراحه. الحاجه اللي فيها ريحه البيض انا ما ناكلهاش. هنايا بعد ما دهنت كامل الخبزه تاعي، هنايا حبيت نطرسيها فقط هكذا بالفرشيطه باش نحي لها شويه نبدل لها الشكل. هنا طراسيتها عادي ورحت حطيت الزيتون. شوفوا البنات الزيتون تاعي غسلته نشفته ومسحته، لكن كي حطيته ودخل الكوشه على بالكم البنات طلق لي الكحوله ما فهمتش على واه. يمكن كي كان في القله في الكونجيلاتور على بها ما فهمتش ليه طلق لي هذيك الكحوليه، مع انه نشفته مليح مليح مليح. قولوا لي يعني اللي عندها فكره ليه طلق لي الكحوليه تقول لي. هنايا زينتها فقط بالزيتون الاسود، تقدري ديري زيتون اخضر، تقدري ديري معدنوس، تقدري ديري سينوج كيما حبيتي. دائما نقول لكم هذا شكلكم يبقى اختياري. في الاخير وصفه تاعنا لنهار اليوم ها هي امامكم، جات بزاف بنينه، جات تتقرمش وجات مورقه. وشوفوا البنات الحشو تاعها جا بزاف 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 بنين. هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. نقول لكم ما تنساوش تجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي الفيسبوك واسمها وصفات الريم.